السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم نصلوا ونسلموا كامل على حبيبنا المصطفى عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. وحبيت نذكركم في بداية هذا الفيديو بانكم ديروا لي جيم من فضلكم، ما تنسوش. اليوم جبت لكم هذا الكاطو خفيف ظريف، قلوب بذوق الفراولة. يعني وصفة سهلة وخفيفة وبزاف بنينة. في ريسيبيان نروحوا نضيفوا زوج حبات بيض كاملين ونزيدوا معاهم صفار حبة بيض. يعني هاد الوصفة نسحقوا فيها زوج حبات بيض كاملين وصفار. فوالا راني درت هنايا الزوج الكاملين، ودوكا راح ندير لو جون دوف. نحاول نجيب ان غامكان ندير فيه بياض البيض وهذاك الصفار نضيفه مع الحبيبات الاخرين. هاد الوصفه يعني سهله، راهي اقتصاديه، نديروها غير بالزيت، يعني ماشي بزاف بزبده ولا بلا لا مارغرين. تجي بزاف بنينه وسهله. فوق هذاك البيض راح ندير كاس كامل تاع سكر كلاص، بيان سور نغربلو لانه نعرفوا باللي هاد النواشف يديروا هادوك الحبيبات هكذا باش نتفاداوهم. غربلت هنا السكر ديالي، جبت لو فوي وراح نخلط هذاك البيض مع هذاك السكر بهذه الطريقه. فوالا نخلطو حتى يدخل مليح هذاك السكر في هذاك البيض كيما راكم تشوفوا. دوكا هنايا واش نروح نضيف كاس تاع الزيت، نضيفو هكذا تدريجيا ونحرك. قلت لكم هذه وصفه اقتصاديه غير بالزيت برك وتجي تذوب في الفم، صراحه وصفه بزاف بنينه، راح تعجب ولادكم. هنايا انا اخترت اني ندير لها عطر الفراوله. نتوما تقدروا ديروا العطر اللي تحبوه، الا ما توفروش عندكم هاد العطور تقدروا ديروا لافاني، يعني ديروها بذوق الفانيليا عادي. تقدروا تاني ديروا شويه زيت تاع السيترون ولا زيت تاع تشينا، تاني راح تضيف مذاق رائع لهذا الكاطو. بعد ما خلطت هذاك لاغوم تاع الفخاز، دوكا راح نزيد نص كاس تاع لا مايزينا. وظيفه المايزينا هنا في هذا الكاطو هي اللي حتعطيني هشاشه وطراوه، وتجي هذا الكاطو تذوب في اليد قبل الفم. فوالا نكمل نخلط هكذا بلو وندخل هذاك النشاف كامل المكونات اللي كنت درتهم مع من قبل، عفوا، هكذا بهذه الطريقه. تقدروا تخدموا هذا الكاطو بلو باتور البنات عادي، ولكن راهو ساهل حتى بالفوي ينجح لكم ويجيكم يعني ما شاء الله. دوكا هنا نعاود نجيب الصفايه تاعي، نضيف الكاس الاول تاع الفارينه، نزيد معاه باكي تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام كيما راكم تشوفوا. نغربل هاد المكونات مع بعض. فوالا كي نكملهم نروح نزيد نضيف الكاس الثاني تاع الفرينه. يعني هاد العجينه راح تضيفوا زوج كيسان تاع فرينه الاز، بلا ما تخافوا تنشف لكم العجينه ولا تخسر لكم، لا يعني زوج كيسان ماهمش راح ينشفوا هاد العجينه، لانه رانا درنا كاس كومبلي تاع الزيت. نحي هنا لو فوي ونبدا نلم العجينه تاعي باطراف الاصابع. كيما دائما نقول لكم العجينه تاع الكاطو ما تعجنوهاش البنات، لازم تلموا برك باطراف الاصابع. دوك هنا على كل حال هذوك زوج كيسان ماهمش راح يكفيوني، راح نضيف الكاس الثالث وراح نخلي منه الا الربع. دوك تشوفوا هنا معايا، نزيد نعاود نجيب الصفايه ونجيب الكاس الثالث نضيفه تدريجيا باش هكذا ما يغلبنيش. نغربلو بيان سور هكذا، ونكمل اللم باطراف الاصابع بهذه الطريقه. هكذا حاولوا تدخلوا هذيك الفرينه كامل في العجينه بلا ما تعجنوا لاباط تاعنا. فوالا هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه، عجينه طريه وتكون ما تلصقش في اليد. بقات لي غير ربع كاس تاع فرينه. دوكا هنايا نروح نجيب ساشي تاع نيلون كيما راكم تشوفوا باش نحل عليه هذيك العجينه. ما ديروش الفرينه باش نتفاداو انه الكاطو تاعنا يجينا يابس. فوالا كيما راكم تشوفوا نجيب هنايا الحلال ونبدا نحل في العجينه بسمك متوسط، يعني ما ديروها بزاف رقيقه، ما ديروها خشينه. هكذا الساشي هدايا ولا تحبوا بابي سيلوفان هو اللي راح يساعدكم في الوصفه. دوكا هنا بعد ما حليتها كيما راكم تشوفوا بسمك متوسط، نجيب المول اللي استخدمته انايا. استخدمت المول تاع القلوب، نديرو هكا في الفرينه باش ما يلصقناش وباش يسهل علينا ان نطبعو به. هكذا بهذه الطريقه نحاولوا
نشكلوها كقلوب. هنا تستخدموا المول اللي تحبوه، يعني كاغي ولا حشيشه ولا مدور كيما حبيتو ديروا. هنا بعد ما شكلتهم كامل دوك نروح نحي الزوائد هكذا. فوالا هذا هو الشكل تاع القلوب تاعنا. دوكا نديرهم في سنيوه فيها بابي كويسون، نحطهم على 170 درجه حتى يطيبوا معانا. هنايا بعد ما طابوا مليك درت كل زوج مع بعضاهم. شوفوا كيفاش تحمروا لنا من التحت ومن الفوق، يعني ما ياخدوش تحميره، يطيبوا بيوضه. هنايا عندي حبيبات، انا هنايا كانوا هادو اللي متوفرين عندي، نتوما من الافضل انكم ديروا الحبيبات اللي يكونوا صغار. وهنا عندي شويه تاع لا كونفيتور تاع لافريز. دوكا نجيب هادوك الحبيبات تاعي وندير في الوسط هكذا، نلصق هادوك الحبيبات بلا كونفيتور بهذه الطريقه هكذا. هنا يعني الا درتوها بلا فاني تقدروا ديروا لا كونفيتور تاع المشماش. ندير الحبه الاولى فوق الثانيه، ونحاول هذوك الاطراف نخلي فيهم شويه تاع لا كونفيتور باش هكذا يلصق معايا هذوك الحبيبات. هنايا في الطرف تقدروا ديروا نوات كوكو، تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا ديروا لي بيبي دو شوكولا، فيرميسال، ولا ديروا عقاش كيما درتو انايا هاد العقيقشات. ولكن قلت لكم خيروا هذوك الصغار اللي يلصقوا. انا هنا صراحه يعني بداو غير يطيحوا. فوالا هذه هي الوصفه تاعنا البنات، راهي وجدت معنا في صحن التقديم. وصفه سهله وبزاف بزاف بنينه واقتصاديه، قلت لكم ديروها غير بالزيت. دوك نقسم معاكم حبيبه باش تشوفوا القوام تاع العجينه تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، وان شاء الله تجربوها وترجعوا لي بالخبر. ما تنسوش الجام، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى باذن الله. السلام عليكم.